ريال مدريد يبدو بعض الأحيان كأنه يلعب وحده في الملعب. التقدم الآن، هنا التقدم والسقوط، دي ماريا يسقط والحكم يعطي ضربة جزاء. ومتاعب وأحزان راسينج سانتاندير تزداد. ميغيل أنخيل ماريا يحصل على ضربة جزاء وجماهير الريال سعيدة. من سيصوبها؟ من غيره؟ رقم 7 CR7 كريستيانو رونالدو أمام فرصة السوبر هاتريك هذه الليلة، أمام فرصة تسجيل هدف رابع له وخامس للريال والوصول إلى الهدف العاشر. الريال وصل لل20. هنا العرقلة من جانب سيزما الذي حصل على إنذار قبل قليل للرس المقصود. هنا لا إنذار، ولكن هنا ضربة جزاء أصعب من إنذار. وأيضا تسخين للريال وكريستيانو رونالدو يتقدم. هل يسجل مرة أخرى كريستيانو رونالدو؟ نعم يفعلها، والريال يصل إلى الهدف الخامس دون رد، وكريستيانو رونالدو يصل إلى الرابع. ليلة كريستيانو رونالدو، ليلة CR7، ليلة السوبر هاتريك، والبطل هو كريستيانو رونالدو. يعني إذا كانوا قد سموه مستر أكتوبر فهو جدير هذه الليلة باللقب. يصل إلى 10 أهدافه في الليغا الإسبانية هذا الموسم، وينفرد بصدارة البيتشيتشي الهداف للليغا، متصدر الهدافين. لاحظوا كيف لعبها على الأرض في اتجاه عكس الحارس، والحارس اتجه يمينا، والقرار دائما يتخذه الحارس